شوف سيدنا زكريا طلب من ربنا ايه؟ طلب يكون عنده ولد وهو طاعن في السن وزوجته عاقر. يعني اي حد يقول لك مستحيل يخلف، لكن هو ولا فرق معاه الكلام ده، كان عارف كويس قوي هو بيطلب من مين. فربنا سبحانه وتعالى اداله سيدنا يحيى. سيدنا سليمان لما طلب من ربنا قال له ايه؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. ما قالش كفايه المغفره لوحدها، لا، ده عايز معاها الملك. وما قالش اطلب اي ملك وخلاص، لا، الملك لا ينبغي لاحد من بعدي. ختم كلامه جمله عظيمه قوي: انك انت الوهاب. الوهاب غير الواهب. الواهب يديك مره واحده، الوهاب كل ما تطلب منه هتاخد وبلا حساب ولا اسباب. سيدنا يونس كان في بطن الحوت، فيه ضلمه وسواد اكتر من كده، في موقف يقول لك ان الحياه شطبت أصعب من كده، ومع ذلك دعا ربنا فربنا نجاه. الأنبياء يا جماعة ما كانوش بيستعظموا أي طلب على الله.